عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في سؤال اتسأل لي كتير: ازاي اسافر من مصر على شغل في الامارات، او انا ازاي سافرت على شغل في الامارات. طبعا كل اللي هقوله ده عن تجربة شخصية، مش لازم ان يبقى صح 100%، بس اللي انا شفته ان معظم عقود العمل، عشان الناس اللي بتسأل عن عقود عمل، بتكون للصنايعية والعمال اللي هم معاهم حرفة، او العمال اللي هم المساعدين في المعمار والكلام ده. واوقات كتير بيحصل فيها مشاكل بسبب اختلاف في عدد ساعات العمل، اختلاف في الأجر، اختلاف في الأماكن اللي بيقعد فيها. طبعا هنا في الإمارات العامل بيقدر ياخد حقه تالت ومتلت زي ما بيقولوا عن طريق القانون، بس في ناس لما بتسافر وتيجي تلاقي الموضوع مختلف، بتقولك أنا مش عايز وجع دماغ، وبتستسلم الأمر الواقع وبتشتغل. فأنا نصيحتي ليك، لو أنت عامل أو معاك حرفة وعايز تطلع العقد عمل، شوف شركة توظيف مضمونة 100%، تكون سائل عنها وواخد العقد وسائل في السفارة.